أهلا بكم يا شباب في حلقة جديدة من سلسلة الأساطير. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصل لكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. هنتكلم النهاردة عن الجوهرة السمراء بيليه. اتولد بيليه في 23 أكتوبر سنة 1940 في تريس كاراكوس في البرازيل من عائلة بسيطة جدا. كان والده بيشتغل عامل نظافة في المستشفيات، ولما بيوصل بيليه لسن ال10 سنين، في الوقت ده كان في كشاف لنادي سانتوس اسمه فلاديمار. كان معروف عنه انه بيشوف الاطفال الموهوبين وبيوديهم على نادي سانتوس، وعرف بيليه وقتها انه جاي للحاره بتاعتهم. وفي سن ال15 بينضم بيليه لنادي سانتوس، وبيتصعد للفريق الاول في سن 16 بعد ما تألق مع فريق الناشئين. وفي خلال وقت قليل جدا بيتم اختياره لتمثيل منتخب البرازيل علشان يكون اصغر لاعب في تاريخ المنتخب، وبنوصل لكاس عالم 58 واللي كانت اول مباراه ضد منتخب انجلترا، واللي قدر بيليه انه يسجل هاتريك في اول مباراه ليه في كاس العالم. وبنوصل للمباراه النهائيه وبيقدر بيليه انه يسجل هدفين، وبيفوز بالمباراه علشان ينفذ وعده لابوه من 8 سنين، وبيكون اصغر لاعب يفوز بالمونديال واول تتويج للبرازيل في تاريخها. وتمر السنين ويفوز بيليه بمونديال 62 و70 علشان يبقى اللاعب الوحيد في تاريخ الكوره اللي بيحقق 3 كاس عالم. اما عن مسيره بيليه مع سانتوس فهو لاعب معاهم 336 ماتش، سجل فيهم 618 هدف، وفاز معاهم ب11 لقب دوري و6 كاس و3 كاس ليبراتادوريس و3 انتركونتيننتال. اعتزل بيليه اللعب الدولي عام 71 بعد ما لعب مع البرازيل 92 مباراة، سجل فيهم 77 هدف علشان يبقى الهداف التاريخي ليهم لحد ما اتكسر الرقم ده عن طريق نيمار. وفي عام 75 بينتقل بيليه لنادي نيويورك كوزموس عشان يلعب معاهم موسمين، بيسجل فيهم 37 هدف علشان يقرر انه يعلق حذائه في 1977 علشان تنتهي مسيرة واحد من أعظم اللاعبين على مر التاريخ.